دلوقتي يا شباب عشان تعرفوا الساعات اللي انتوا جبتوها في القناة بتاعتكم، انتوا قدامكم طريقين ملهمش تالت. اول طريق انك بتفتح الاحصائيات بتاعت قناتك، فببساطة شديدة بيقول لك والله انت جبت واحد اتنين تلاتة، انت جبت 527 ساعة. وفي مكان تاني في مكان تاني لو دخلت في خانة تحقيق الربح هتلاقي برضو ان انت جايب ساعات، لو نزلت شوية هيقول لك 509 ساعة. بس في حاجة غلط هنا، هو أنت لحد دلوقتي ما عملتش لايك ولا سبسكرايب؟ ينفع الكلام ده؟ ممكن بعد إذنك تعمل لايك وسبسكرايب؟ بعد إذنك يعني نكمل الفيديو. لو تاخد بالك أنا جايب في الإحصائيات 527 ساعة، وفي تحقيق الربح أنا جايب 509 ساعة، هو أنهي فيهم اللي صح؟ يعني أنهي فيهم أنا كمحمد علاء دلوقتي لما أعتمد القناة بتاعتي أنهي فيهم اللي صح؟ بص، هو أنا مش عايز أفاجئك بس الاتنين صح. ازاي الكلام ده يا محمد؟ ده هناك بيقول لي 527 ساعة وهنا بيقول لي 509 ساعة. ازاي الاتنين صح؟ ركز معايا وصلي على حبيبك النبي. اول حاجة، انا لما اروح للاحصائيات بتاعة القناة بتاعتي، حلو الكلام حلو الكلام، هتلاقي ان هنا اهو بيقول لك ان الساعات اخر يوم تم احتسابه كان 2 ديسمبر. النهارده يوم كام؟ النهارده يوم 3 ديسمبر. حلو. يعني الاحصائيات بتاعه الساعات في مكان الاحصائيات او في خانه الاحصائيات اللي انا موجود فيها، الساعات فيها بتتحدث بشكل يومي. انت فاهم يعني ايه؟ يعني النهارده يوم 3 عشان الساعات بتاعه يوم 3 اللي انا موجود فيه النهارده، ببساطه شديده عشان اشوفها لازم اصبر ليوم 4 ان كان لينا عمر. تمام؟ تمام. طيب، يبقى هنا الإحصائيات بتاعة الساعات بتتحدث بشكل يومي. كويس جدا. طب أمال في خانة تحقيق الربح الإحصائيات بتاعة الساعات ليه قليلة؟ لأن حضرتك هي مش بتتحدث بشكل يومي. طب دليلك فين؟ هيقول لك هنا اهو يتم عرض البيانات اعتبارا من 28/11. اوبا، يعني احنا النهارده يوم 3، يعني 3 و2 و1 و30 و29 و28، يعني الإحصائيات تقريبا هنا أهو بتبقى متأخرة من 5 ل6 أيام. طيب ليه الكلام ده؟ يعني ليه الإحصائيات بتاعة الساعات هنا أهو مش ما تبقاش يوميا زي اللي موجودة في خانة الإحصائيات؟ لا، ما هو يوتيوب رد على حضرتك وبيقول لك إيه؟ لماذا قد يستغرق تعديل البيانات ما يصل إلى أسبوع؟ أهو ده أنا بوريك، ده أنا بقول لك من 5 ل6 أيام وفي بعض الأحيان بيبقى أسبوع. لأن إحنا بنتحقق بعناية من مقاييس التفاعل في كل قناة قبل عرضها هنا. قد يستغرق إكمال هذه العملية عدة أيام، وقد تختلف البيانات عن تلك التي تظهر في أماكن أخرى زي فين؟ إحصائيات اليوتيوب. إيه الكلام اللي اليوتيوب بيقوله ده؟ ببساطة شديدة يوتيوب بيقول لك إن إحنا الساعات أو المشتركين، بس عموما المشتركين بيتحدثوا بشكل وقتي. يعني المشتركين اللي أنت جبتهم بيبقى هم اللي موجودين في الصفحة الرئيسية. يعني أنا دلوقتي لو جيت في الصفحة الرئيسية أهو، أنا جايب كام مشترك في القناة دي؟ 281. لو دخلت في الإحصائيات أنا جايب كام مشترك هنا أهو؟ 281. لو دخلت في خانة تحقيق الربح هتلاقي 281. المشتركين بتتحدث بشكل مباشر، لكن الساعات يوتيوب بيحسبها بالحرف، يوتيوب بيحسبها بالملي عشان يتأكد من مصدر الساعات دي جت منين. الساعات دي جت بطريقة شرعية ولا بطريقة غير شرعية؟ ولو جت بطريقة غير شرعية هيحذفها لك من الإحصائيات وبالتالي مش هتضاف في خانة تحقيق الربح. لكن انت جايب احصائياتك بطريقه شرعيه، بتنزل فيديوهات والناس بيتفرجوا على الفيديوهات، فبالتالي جت عدد ساعات، خلاص ما فيش ادنى مشكله كده، انت راجل ماشي في التمام. وببساطه شديده هتلاقي الساعات بتاعتك بتحتسب هنا وهنا وهنا. تمام. فعشان احد الاخوه قال لي يا محمد يا علاء، انا باجي ابص في الاحصائيات الاقي الساعات حاجه، واجي ابص في الخانه بتاعه تحقيق الربح الاقي الساعات حاجه تانية، هو انهي فيهم اللي صح؟ وبعدين ثواني برضه سؤال كمان، هو انا دلوقتي يا محمد لما اجيب ال 4000 ساعه هنا، هل هستنى اسبوع لحد ما تيجي هنا اهو؟ بالظبط كده. انا كمحمد علاء لما جيت قدمت القناه بتاعتي للمراجعه كان موجود في الاحصائيات 4200 ساعه، يعني انا معدي ال 4000 ب 200 ساعه، بس كانت موجوده هنا اهو تقريبا 3800. فطبعا عشان ال 400 ساعه دول يتحسبوا انا قعدت تقريبا من 5 ل 6 ايام، ومع اني كنت جبت ال 4000 ساعه خلاص يعني كنت جبتها، بس لا. وبرضه معلومه تانية، لو انت بتنزل فيديوهات قصيره، الفيديوهات القصيره الساعات بتاعتها لا تحتسب، عشان في بعض الاخوه منكم
بيقولوا لي يا محمد يا علاء احنا بننزل فيديوهات قصيره وجايبين اكتر من 4000 ساعه، بس هنا الخانه بتاعت الساعات صفر، مش موجود اي ساعات. هو ده في مشكله؟ قايل بصحيح العباره ان الساعات اللي بتيجي لازم تيجي من الفيديوهات الكبيره، اللي هي زي الفيديوهات اللي موجوده في قناه اسلوب حياه مثلا مع اماني. القناه دي مبدئيا ممتازه، يعني انصح اي حد انه يشترك في القناه دي. انا اول مره في حياتي انصحك انك تشترك في قناه، لان فعلا بتقدم معلومات قويه قوي هتعجبك. ولو انت ست بيت القناه دي هتفيدك قوي. الفيديوهات بتاعت الاستاذه زي ما انت ما شايف فيديوهات كلها فيديوهات كبيره، ما عدا فيديو واحد قصير هنقول انه مش هيحتسب. فطبعا بقت اي ساعات بتيجي بتحتسب ان هو على طول. ليه؟ لان الساعات اللي بتيجي من الفيديوهات الكبيره او الفيديوهات الطويله هي دي اللي بتحتسب في تحقيق الربح، وفي ال 4000 ساعه بتوع اليوتيوب عشان يبتدي يخليك بامر الله سبحانه وتعالى تحقق ربح. طيب امال يا محمد الساعات بتاعت الفيديوهات القصيره لا تحتسب؟ طب الساعات بتاعت البثوث المباشره بتحتسب. يعني بث مباشر او فيديوهات بيحتسبوا، فيديوهات قصيره لا تحتسب. انا بقولها لك اهو عشان في واحد الاخوه بيقولوا لي احنا بنعمل كذا ما بنلاقيش، انا بعرفك. تمام. وفي حاجه برضو عايز اعرفها لك كمان، عشان برضو انا برد على الاسئله اهو في الحلقه، عشان ما تسالش سؤال في التعليقات اكون انا مجاوب. طبعا ما تبخلش عليا بلايك بقى، يعني مش عارف. بص حضرتك هنا اهو بيقول لك عشان تبتدي تقدم قناتك للمراجعه لازم تكون جايب 500 مشترك ومحمل 3 فيديوهات وجايب يا 3000 ساعة يا 3 مليون مشاهدة في الفيديوهات القصيرة. بس ستوب هنا بالله عليك بعد إذنك. 3 مليون مشاهدة في آخر 90 يوم؟ لا شرط على دي شرط عليها كبيرة قوي. ليه؟ لأن أنت لو جبت ال3 مليون مشاهدة دول قلنا في 4 شهور مش هيتحسبوا 3 مليون. طب ليه؟ لأن حضرتك أنت لازم تجيب ال3 مليون في آخر 90 يوم. طب يا محمد طب قدر انا جبتها في 4 شهور، يبقى نقص المشاهدات اللي جت في اول شهر عشان يبقى في اخر 90 يوم. طب انا جبت يا محمد ال 3000 ساعه او ال 3 مليون مشاهده في اخر 90 يوم، تمام، وجبت ال 500 مشترك ورفعت 3 فيديوهات. في الحاله دي حضرتك بتبتدي تقدم طلب، وفي الحالة دي يوتيوب بيراجع القناة بتاعتك. وطبعا لازم تكون القناة بتاعتك 1000000% المحتوى أصل حصري مش مخالف للسياسات وإرشادات اليوتيوب، والمحتوى أنت مش سارقه ولا أنت عامل فيه حاجة غلط. في الحالة دي يوتيوب بيقبل القناة بتاعتك مفيش أي مشاكل. طيب القناة اتقبلت، بعد كده حضرتك بتبتدي تخش في الشرط اللي بعد كده، وهو ال1000 مشترك وال4000 ساعة يا إما 10 مليون مشاهدة في آخر 90 يوم. تمام. انا صراحه لو تسالني اقول لك ال 4000 ساعه اسهل. دي نصيحه اخويه، ال 4000 ساعه اسهل بكتير قوي، بكتير قوي، بكتير كتير يعني. تمام. طب يا محمد طب وال 500 بتوعي هيتضافوا هنا اهو؟ ما فيش مشكله، انت المهم تجيب تجيب ال 1000 مشترك. طب وكذلك الامر في ال 3000 ساعه بيتضافوا هنا اهو. فبيبقى في الحاله دي بس هتجيب 1000 ساعه وتبتدي تحقق ربح. المعلومات اللي انا قلتها لكم في الفيديو دي تقريبا انت هتتعب جامد عشان تجيبها.